فيديو النهارده هنعمل بسكوت الزبدة. عملنا الفيديو اللي فات بسكوت بالسمنة اقتصادي. النهارده بقى هنعمل البسكوت بالزبدة للناس اللي بتحب طعم الزبدة في البسكوت. هنعمله بطعم وريحة البرتقال، وهقول لكم على كذا طريقة عشان تدخلوا طعم او ريحة البرتقال جوه البسكوت. الموضوع بسيط وسهل ومن اسهل الوصفات اللي ممكن تعملوها في البيت من وصفات العيد. فخلونا نبتدي على طول ونشوف الطريقة والمكونات اللي جاية اللي انا هقولها دي كلها مكونات نص كيلو بس من الدقيق. اول مكون هنتكلم عنه هو الدقيق. نص كيلو من الدقيق 500 جرام بالاكواب المعيارية 3 اكواب ونص. هنزود على الدقيق ده رشة ملح صغيرة جدا وبس كده. اهم حاجة ان الدقيق يكون منخول او معدينه على مصفى كويس جدا. المكون اللي بعد كده هو السكر البودرة. هنحتاج 160 جرام من السكر البودرة اللي هم بالاكواب المعيارية تقريبا كوباية. يفضل ان انتوا لما تيجوا تعايروا الدقيق او حتى السكر البودرة نملى الكوباية بالمعلقة عشان ما نضغطش الدقيق او السكر في الكوباية فالمقادير تختلف معاكم والوصفة تبقى مش مظبوطة قوي. طبعا السكر بودرة لازم يعدي على مصفى كويس جدا عشان بيكون فيه شوية تكتلات كده، ويفضل كمان ان انتوا تستخدموا سكر بودرة جاهز بدل المعمول في البيت. المكون اللي بعد كده هو الزبدة. المفروض نستخدم 250 جرام من الدهون او اللي هو بالاكواب المعيارية كوباية. المفروض كلها تكون زبدة، بس انا بحب احط سمنة مع زبدة، يعني نسبة بسيطة كده من السمنة بتدي قوام وطعم حلو جدا للبسكوت. فاستخدمت 200 جرام زبدة و50 جرام بس من السمنة اللي هم تلتين كوباية زبدة وحوالي 3 معالق كبار من السمنة، في النهاية كلهم كوباية. المكون اللي بعد كده هو البيض. هنحتاج 3 حبات من البيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. ونيجي بقى لطعم البرتقال. طعم البرتقال ليه اشكال وممكن تعملوه بطرق كتير جدا. ممكن طبعا تعملوه بالفانيليا، تحطوا معلقة صغيرة فانيليا، او ممكن تحطوا مثلا معلقة ونص كبار من بودرة التانج بتدي لون وطعم حلو جدا للبسكوت. ممكن تحطوا ريحة برتقال اللي بتشتروها من عند العطار، او ممكن نستخدم البرتقال العادي بشر القشرة بتاعة البرتقال. ناخد برتقانة كده، ناخد القشرة الاورنج اللي بره ونبعد تماما عن اللون الابيض عشان بيكون فيه مرارة. هنستخدم كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر تدينا ارتفاع كده للبسكوت. نيجي بقى لخلط المكونات في طبق كبير، ايا كان هتشتغلوا بالعجانة او بالمضرب الكهربي او حتى بالمضرب اليدوي. حطيت الزبدة والسمنة وعليهم السكر البودرة، وطبعا لازم نعديه على مصفى ونضرب الاول على سرعة هادية عشان السكر ما يطرش في كل مكان كده ويبهدل لكم المطبخ. وبعد كده لما يمتزجوا مع بعض بنعلي السرعة ونضرب فيهم تقريبا من 5 ل7 دقايق لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض. كل شوية بوقف وانزل الجوانب عشان اتأكد ان كل الحاجات بقى لونها فاتح كده زي ما هتشوفوا بعد شوية، عاملين زي الكريم شانتيه. بقى مفيش اي زبدة لوحديها ولا سكر لوحده، كل حاجات امتزجت مع بعض. هنبدأ بقى نزود البيض بيضة بيضة، ما ينفعش نزود ال3 بيضات على بعض، بيضة ونستنى ان هي قوامها كله يختفي او اثرها كله يختفي متبقاش موجودة تماما، ونزود البيضة التانية وهكذا لحد ما نخلص ال3 بيضات. البيضة الأخيرة زودت معاها بقى ريحة البرتقان أو نكهة البرتقان اللي أنا هزودها. أنا زودت على فكرة فانيليا والتانج بتاع البرتقان، اكتفيت بدول. التانج بيديني لون وفي نفس الوقت طعم البرتقان واللون العجينة بيكون مظبوط وكله بيرفكت. وحطيت فانيليا برضو احتياطي كده عشان ريحة البيض. نكمل خفق لكل المكونات لحد ما يمتزجوا كويس جدا مع بعض والبيض يختفي تماما. ونبدأ بقى ان احنا نزود الدقيق منخول ومتعدي على مصفى. هنزوده بالتدريج، يعني ممكن انا عشان عارفة المقادير بتاعتي فبزوده كل مرة واحدة، بس انتوا ممكن مثلا عشان اختلاف الماركة من مكان للتاني تشيلوا منه 3 أو 4 معالق على جنب، ولو احتجتوهم زودوهم، ما احتجتهمش ممكن تستغنوا عنهم عادي. وبعدين شلت المضرب السلك وحطيت الكف اللي هو بتاع التقليب، مجرد بس ان المكونات تمتزج مع بعض ودي يختفي وبس كده. ده القوام المفروض يكون زي ما انتم شايفين كده، لين بس في نفس الوقت مش عجينة متماسكة ولا هي عجينة سايبة قوي مثلا، فاهمين؟ بتلزق شوية بس مش لدرجة اوفر. المفروض ان هي تكون سهلة ولينة عشان تنزل معانا من القمع. استخدمت القمع اللي هو بتاع البسكوت، يعني انا حاسه اللي عندي صغير شويه بس ما لقيتش الاكبر منه، فاوكي اي حاجه بتنفع. واستخدمت اكياس عاديه جدا، اي اكياس تلاجة او اكياس حلواني. ونبدا بقى ان احنا نشكله. لو الجو حر ممكن تسيبوا العجينه في التلاجة، لو كويس والجو مش حر زياده عن اللزوم ممكن تسيبوها بره التلاجة عادي. شايفين بقى بينزل بكل سهولة من القمع. المفروض ان ايديكم تكون ثابتة وضغطة واحدة علشان البسكوتية تطلع قد بعض كده. بس انا برضو زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ايدي مهزوزة شوية فالبسكوتية مش طالعة بيرفكت، بس انتوا اكيد هتعملوها احسن مني. نخلص تشكيل والصاج اللي نخلصه وندخله على الفرن.
فرن متسخن على درجة حرارة من 150 ل 160، بحطه في الرف التاني من تحت، وبسيبه تقريبا من 10 ل 15 دقيقة. انتوا بتراقبوه لان هو بياخد لون بسرعة جدا، ما بيحتاجش على فكرة الشواية اطلاقا، يعني هو بياخد لون من فوق ومن الاجناب كده لوحده. وبس كده البسكوت بقى جاهز. عايزه اقول لكم انه مش مهم خالص ورق زبده في الصينيه، ولا تدهنوها باي حاجه. لو دهنتوها بزبده او سمنه او زيت حتى او اي حاجه، البسكوت هيجري منكم كده ومش هتعرفوا تشكلوه اطلاقا. لما بيخرج من الفرن بسيبه يهدى بس شويه كده، وبعدين ببدا احركه، بيتحرك معايا بكل سهوله، مقرمش جدا وفي نفس الوقت دايب. حاجه كده تحفه بجد. انا بعشق البسكوت اللي بالزبده واللي بالسمنه كمان، اللي عملناه الفيديو اللي فات بجد برضو كان تحفه. عملت نفس كل حاجة بنفس المقدار بس بالكاكاو، وطبعا من غير ريحة برتقان. شلت بس ربع كوباية من الدقيق، حطيت مكانها ربع كوباية من الكاكاو، وعملت بسكوت بالكاكاو والنتيجة كانت تحفة. اهم حاجة بس بسكوت الكاكاو ومنحطش عليه بقى ولا تانج ولا ريحة برتقان ولا الحاجات دي. انا متأكدة ان الناس اللي بتحب طعم الزبدة في البسكوت هيعجبهم وصفة النهاردة. جربوه بالهنا والشفا مقدما، واشوفكم ان شاء الله على خير قريب في فيديو جديد.